رسالة من مجهول وعليها مش مسؤول، وتعالوا نشوف ايه الموضوع. انا عندي مشكلة مع خطيبتي اني كل ما بروح لها البيت بلاقي ريحتها مش حلوة. انا اكتشفت الموضوع ده لما كنا قاعدين في مرة لوحدنا وجيت اقول لها على كلمة سر، فقربت منها ولقيت ريحتها مش حلوة فبعدت تاني على طول، ما استحملتش. الغريب اننا لما بنخرج سوا ريحتها بتبقى حلوة، فانا مش عارف هي بتعمل كده بالقصد لما اروح لها البيت ولا هي مش بتستحمى غير لما بتنزل معايا. انا فعلا قرفان من الموضوع ده ومش عارف اعمل ايه، وخايف لحسن نتجوز وتفضل كده في البيت من غير استحمام، فانا بجد محتار ومش عارف اقول ولا اعمل ايه. بص، هو المشكله ان الموضوع ده حساس جدا جدا جدا، بس تعالى ناخد الموضوع واحده واحده. انا بصراحه مش واثق في نواياك، يعني انت بتقول انا اقول لها كلمه سر فقربت منها، كنا قاعدين لوحدنا الكلام ده، فانا بصراحه شاكك فيك انت مش هي. تاني حاجه، انت بتقول ان انتوا لما بتنزلوا مع بعض ريحتها بتبقى حلوه، برضه ممكن تكون ان هي لو ريحتها كويسه وحطت المزيل والبرفيوم وروقت على نفسها وانت معاها، فممكن بدل ما تقول لها كلمه سر واحده تقول لها كلمات كتيره جدا، فبالتالي ده ممكن يضايقها شويه. ممكن تكون هي فعلا قصده كده وتفكيرك فيها سليم، الحاجه دي انت تعرفها اكتر مننا، لكن برضه مفيش مشكله لو انت فتحت معاها الموضوع بكل هدوء وبساطه وبادب وقلت لها ايه مثلا نوع مزيل العرق اللي بتحطيه، طيب بتحطي بادي سبلاش ولا لا، ايه نوع البرفيوم. تسألها مثلا بكل هدوء وبكل لطف عادي جدا بدون ما تحرجها او تقول لها انت ريحتك وحشه او استحمي او الكلام اللي يحرق الدم اللي احنا كلنا عارفينه ده، وتشوف هي رد فعلها ايه. ممكن هي فعلا ما تكونش عارفه الحاجات دي، فبالتالي لو مش عارفه هات لها باكج لطيف خفيف ظريف فيه كل الحاجات دي، ديودرنت، بادي سبلاش، برفيوم، على نضاره شمس، حاجه كده ذوق منك، وتشوف هل هي هتحطهم ولا لا. لو حطيتهم واهتمت بنفسها يبقى خلاص اوكي، كده احنا ايه عالجنا نقطه مهمه جدا. لو هو ما حطيتهمش لما تروح لها يبقى هي كده قصدا ان هي تقرفك منها في الوقت اللي انت قاعد معاها ده، لان هي شاكه فيك بصراحه. بس برضه مع الوقت هتعرف وتتاكد اذا كانت طبيعتها ان هي ما بتحطش اصلا ولا هي قصده. ان المشكله الكبيره ان انتوا مثلا لو اتجوزتوا وهي مش بتهتم بنفسها فانت هتتأذي منها، وحتى لو انت بتحط مزيل وديودرنت والكلام ده هتبطل، بالتالي اولادكم هيطلعوا زيكم، فانتوا مش بس هتضروا نفسكم، لا انتوا هتضرونا احنا كمان كلنا وهتضروا المجتمع كله، واحنا مش مستحملين بصراحه. فانت حاول تتكلم معاها بكل ادب وهدوء وشوف الموضوع على ايه، اذا كانت هي شاكه فيك وفي نواياك وفي اسرارك، يا اما هي فعلا على الله حكايتها.